السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة 1869 حصلت كارثة إنسانية في شبه الجزيرة العربية. مجاعة مرعبة لدرجة إن الناس اضطروا ياكلوا كلاب وحمير، وفي روايات بتقول إنهم وصلوا لأكل البشر. لكن ليه حصل كده، ومين كان السبب، ومين حاول يساعدهم، والأهم إزاي انتهت المجاعة دي؟ النهاردة هنعرف حكاية مجاعة نجد والحجاز، واحدة من أبشع الفصول في تاريخ المنطقة واللي قليل من الناس سمعوا عنها. بس لو أول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. القصة بتبدأ مع سنة قاسية جدا، جفاف رهيب والأمطار اختفت تماما من نجد والحجاز، والزرع مات والماشية ماتت، والناس بدأت تبيع كل حاجة عشان تشتري لقمة عيش. المجاعة دي اتسمت في كتب التاريخ باسم سنة الجوع الكبير. الخبز بقى نادر، والرز والدقيق ما بقوش يتجابوا إلا بفلوس خرافية، والناس بدأت تاكل أوراق الشجر. في بعض الروايات التاريخية اتقال إن الجوع وصل لدرجة إن الناس كانت بتخطف الأطفال وتطبخهم. المؤرخين زي ابن بشر وعبد الله البسام وثقوا إن في حوادث حصل فيها أكل لحوم بشر. واحدة من الشهادات بتقول إن في راجل شاف قدر بيغلي في بيت مهجور، ولما قرب يشوف لقى رجلين طفل صغير. الراجل جري على طول وبلغ الشرطة، لكن لما رجعوا ما لقوش غير الرماد. هنا بنسأل سؤال مهم: فين الحكام وفين الأغنياء وفين الدول التانية؟ اللي حاول يساعد فعلا كانت الدولة العثمانية في الشام، بعتت قوافل مساعدات للحجاز، وكمان الخديوي اسماعيل في مصر بعت معونات تموينية وأكل وأموال خصوصا لأهل الحجاز، عشان كان وقتها كانت مكة والمدينة لهم وضع خاص دينيا. كمان بعض التجار الكبار حاولوا يجمعوا تبرعات ويوزعوا أكل على الناس، لكن الكميات ما كانتش بتكفي. بصراحة كان في تقصير كبير من الدولة العثمانية نفسها في نجد. المساعدات كانت بطيئة ومحدودة، في مدن ما وصلهاش ولا كيس دقيق. والغريب إن الوقت ده كان في قوافل ماشية بالتمر والقمح من الجنوب للشمال علشان الجيش، بس الناس الغلابة ما شافوش منهم حاجة، كأن حياة المواطن العادي ما كانتش أولوية. المجاعة استمرت تقريبا من آخر 1868 لحد نص 1871، يعني حوالي سنتين ونص. الفرج بدأ لما ربنا رزق المنطقة بأمطار شديدة سنة 1871. الناس اعتبرتها رحمة، علشان كده بعضهم سماها سنة الرحمة، والأرض بدأت تنبت والزرع رجع والماشية اتوفرت تاني. بس رغم ان المجاعة خلصت، اثارها النفسية والاقتصادية فضلت سنين. النهاردة واحنا بنبص على المجاعات حوالينا لازم نفكر ان الكارثة مش بس في الجفاف او الفقر، لكن في التجاهل. لما تحكم وما تهتمش، ولما يكون عندك اكل وما تشاركهوش، ولما تسكت على صرخة محتاج، انت بتشارك في الكارثة. مجاعة 1869 مش بس قصة تاريخية، دي تحذير ان الجوع لو دخل بلد بيكسر فيها كل قواعد الإنسانية. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.